هذا هو الواقع الذي كان أحد المقومات الأساسية الممهدة للمدنية. أما كونه أحد العوامل الأساسية وراء عدم اعتراف الثقافة المادية بأي رادع، فيرتبط بهذا الواقع بصلات متينة، حيث أريد للتجربة التي نجحت في تطبيقها على المرأة أن تغدو نموذجا معمما على كل المجتمع. هذا بالذات هو التأثير الوخيم الثاني، حيث كان على المجتمع أن ينشط لأجل أسياده كما الحرمة. علينا الإشارة إلى أن تأنيث المجتمع قد اكتمل في ظل النظام الرأسمالي، لكن أرضية هذه العملية رصفت في أولى مراحل المدنية، وأريد تقديمها في الثقافة الإغريقية الرومانية كنموذج للمجتمع الناجح، حيث لا يمكن الحديث فيها إلا عن تأنيث الرجل وتأنيث المجتمع. والمدنية الإغريقية الرومانية كانت قد استشعرت ذلك جيدا، واتخذت تدابيرها بموجبه، فاشتهرت بالعبيد الذين كانوا في وضع أسوأ من وضع الحرمة. لكن المعضلة كانت تكمن في تأنيث الرجل غير العبد. لا أتحدث هنا عن سفاح القربة أو الشذوذ الجنسي، ولا عن الخنث ازدواج الجنس، إذ يجب تقييم بعض الظواهر التي لها أبعادها النفسية، بل وأسبابها البيولوجية أيضا. بشكل منفصل عن الواقع الذي أتحدث عنه، فالموضة الدارجة في المجتمع اليوناني الكلاسيكي كانت تفرض وجود وصيف خليل لكل رجل حر شاب، وكان على ذلك الخليل أن يؤدي دور الحبيب إلى أن يكتسب الشاب الخبرة. ومثلما تطرقت سابقا، فحتى سقراط يقول عن هذا الحدث أن المهم ليس كثرة استخدام ذاك الغلام، بل المهم هو عيش تلك الروح والحالة. إذن فالذهنية صريحة، فباعتبار أنه من المستحيل تحقيق انسجام المجتمع العبودي مع مبدأ الحرية والكرامة، فكان لابد من محو هذه المزايا من المجتمع، لأنها تشكل تهديدا عليه. بالفعل كان ذلك صحيحا، فأينما تواجدت حرية الإنسان وكرامته لا يمكن للعبودية أن تحيا هناك. لقد أدرك النظام ذلك، وكان مرغما على تأدية متطلبات هذا الواقع. لا شك أن الثقافة الإغريقية الرومانية لم تستطع إكمال هذه المهمة، فالمسيحية المتنامية داخليا عن طريق المدارس الفلسفية الحرة، وانتفاضات الإثنيات وغاراتها التي لا تهدأ في الخارج، كانت ستترك المجتمع وجها لوجه أمام أوضاع مختلفة كليا. كما لم تكن قليلة أبدا تلك المؤشرات الدالة على أن الثقافة المادية ليست كل شيء، وأنها ليست قديرة على كل شيء، وما كان للمجتمع أن يؤنث دون الحاجة للجوء إلى اللواطة إلا في الرأسمالية. أما قوة القبائل ومقاومة المسيحيين الباسلة التي كلفتهم مخاضات لا حدود لها، فكانت في سبيل الإنسانية، وبغرض وضع حد نهائي لذاك المجتمع الذي كان يعني الزوال. لا يمكن التغاضي عن قيمة الثقافة الأيديولوجية لتلك المقاومات وأهدافها النبيلة بذريعة التوافقات اللاحقة مع المدنية الدولتية، في حين أن التفسير الأصح هو النظر إلى الحملات الكبرى اللاحقة لتلك الحركات التي لم تكن ذات شأن في عين الثقافة المادية، على أنها تصاعد للثقافة الأيديولوجية. كان سيعاش مثال مشابه في العلاقات والصراعات الدائرة بين الساسانيين المسلمين والهجرات الطورانية. بمعنى آخر، ليس بوسعنا إيضاح السقوط المتهاوي والصعود المتنامي للمجتمعات بمصطلحات علمية بسيطة وسطحية كالقمع والاستغلال، فالأحداث أوسع من ذلك. من هنا فالدوافع وراء عدم انحلال الرأسمالية والعجز عن تحليلها هي على علاقة وطيدة مع التقصير في تحقيق العمق الشامل الضروري لأجل ذلك، تحليل مجتمع المدنية. فالتحليلات الموجودة بخصوص الرأسمالية تشبه القسم العائم من الجبال الجليدية، فالكتلة الأصلية هي مجتمع المدنية، وهي بدورها تقع تحت الماء. دال: إن التساؤل عن كون المسيحية أو الإسلام مدنية أم قيمة أخلاقا هو موضوع جدال، فتسليط الضوء على هذه القضية التي لا تزال تتسم بأهميتها القصوى ليس بالأمر الهين كما يعتقد. فاللاهوتيون المسيحيون والمؤمنون الإسلاميون تحديدا يعانون أكثر من التشوش الفكري، ففي صدارة الأمور التي يسودها العجز في تنويرها تأتي مواضيع أين وإلى متى هما حقا نظامان من الإيمان والعقيدة والأخلاق، وما هي علاقتهما مع مجتمع المدنية والمجتمع المنبوذ، وأية مدنية يعارضانها، وبأي معنى يشكلان تلك المعارضة. حسب رأيي الشخصي، فهذان النظامان العقائديان والأخلاقيان المهمان المتشكلان في ظروف الإمبراطوريتين الساسانية والإغريقية الرومانية
يعدان حملة ثقافية أيديولوجية عظمى تجاه الثقافة المادية المتضخمة في النظام العبودي، وتجاه قيمه الأيديولوجية المصابة بالرعونة البليغة. فلو كانا يعنيان بناء مجتمع حضاري جديد لاتخذا من التكوينات المدينية والطبقية أساسا، مثل ما يلاحظ في جميع البناءات الكلاسيكية. أجل كانا يتطلعان إلى بناء المدن وتشكيل الطبقات، لكنهما فعل ذلك بقصد الوصول إلى قيمها العقائدية والأخلاقية، لا لكي يحاكيا مجتمع المدنية. فالجوانب الطافحة فيهما لم تتمثل في الطمع بالسلطة، أي في إحكام القبضة على الثقافة المادية، بل تطلعا إلى بسط ثقافة أيديولوجية جديدة تصون البشرية وتحافظ عليها تجاه كيانات الثقافة المادية المتعاظمة والمفتقدة معانيها والمتخبطة في الحدود القصوى من الاختلال. بالتالي فإن نعت عصري المسيحية والإسلام بأن كلا منهما نظام مدنية يتسم بالنقصان ويفضي إلى إدراكات خاطئة. من الواجب التشديد بعناية على أن سقوط روما ليس سقوط حضارة بسيطة أو عادية، حيث تهاوت أو بالأصح أسقطت من خلال تقاليد مجتمع المدنية المعمرة ما لا يقل عن 4000 عام. ولكوننا لسنا معنيين في موضوعنا بالإسهاب في شرح الأسباب الداخلية والخارجية للسقوط، فسنكتفي بإيجازها. ما نسعى إليه أصلا هو معرفة صلات قيم مجتمع المدنية مع ذاك السقوط عموما وتحديد مكانها فيه. يسعنا القول وبكل راحة أن روما تمثل جميع المدنيات القديمة والكلاسيكية عدا الصين، كانت بلغتها بدءا من أعوام 100 قبل الميلاد. لم يقتصر ذلك على مؤسساتها العبودية فحسب، بل تعداها ليشمل جميع ثقافاتها المادية والمعنوية. هذا وعلي التشديد بأهمية على أن تحليل المجتمعات وفق الأوضاع الوقائعية من قمع واستغلال يومي هو من أهم أسباب العجز عن تناول الحقيقة على نطاق واسع. وأفدح تزويرات الوضعية يكمن في هذا المضمار. يبدو أن أخطر جوانب الفكر الأوروبي يتعلق بهذه الانطلاقة الوضعية. لذا ومن دون تناول المجتمعات ضمن العمق الثقافي المادي والأيديولوجي وبجميع تناقضاتها وصراعاتها وبكافة توازناتها وتنافراتها، فمن المحال القيام بتفسير قيم. بالتالي من العسير تأسيس براديغما تتطلع إلى حياة أكثر حرية. وفق هذا المنظور الاصطلاحي نجد أن ما ترافق مع سقوط روما هو سقوط ثقافتها المادية المهيمنة والبالغة أبعادا قصوى، إلى جانب سقوط الثقافة الأيديولوجية التي لم تعد لها أي أواصر مع الحياة الثمينة. وبالأصل تمثل مدينة روما من حيث بنائها المعماري ذروة التقاليد المعمارية التي تسبقها على مر 4000 عام، وعلى رأسها التقاليد المصرية. وبنفس المنوال يعد مجمع آلهة روما آخر وأبهى حالات الطابق العلوي لزقورات الكهنة السومريين ودواخلها، والتي أنشئت قبل 4000 سنة. من هذه الزاوية نجد أن الثقافات المادية والمعنوية المتهاوية تعمر ما لا يقل عن 4000 عام. تشخيص هذه الأمور ليس بالأمر العصيب بالنسبة لي. بمقدورنا صياغة تحليل مشابه إذا تمعنا في انهيار تلك الثقافات وتفحصنا هويات المدمرين لها، كما أن الهجمات الناشبة تكون كلا متكاملا، بدءا من أولى الهجمات والمقاومات العمورية والهورية وصولا إلى آخر الهجمات والمقاومات القطية، والتي لا يقل عمرها عن 4000 عام. كما أن المقاومات الداخلية التي ابتدأها النبي نوح ووصلت سيدنا محمد لها تاريخ طويل ومتعاقب كحلقات السلسلة المتواصلة. هذا ولم تتسم فقط بطول تاريخها وأمدها، بل وتنفرد بمكانة مفعمة بالمعاني النبيلة، فكونها مشتملة على الأراضي الممتدة من الصحراء العربية الكبرى إلى حواف جبال طوروس زاغروس، ومن بادية آسيا الوسطى إلى أعماق الغابات الأوروبية، إنما ترك بصماته الواضحة على التكوينات الثقافية المادية والمعنوية بالنسبة إلى القبائل المهاجرة. فقصة كل نبي تضع البنان على الأثمان الباهظة التي كلفته في تشكيل جماعته وأتباعه الملتفين حوله رغم العراقيل والمصاعب، بيد أن علم الاجتماع الأوروبي لا يود حتى وضع هذه المواضيع حيز النقاش والمداولة. لذا لن نكون على خطأ كثيرا إذا أسميناه بالبنية المعرفية الأوروبية المركز. لن يكون باستطاعتنا تعريف روما على نحو سليم ما لم نطرح تفسيرا قيما لتاريخ المدنية. كذلك لن يسعنا تعريف مصادر الثقافة المادية والأيديولوجية الأوروبية ما لم نكشف النقاب عن التاريخ الحقيقي لروما. ينظر التاريخ إلى القرنين اللذين يسبقان سقوط روما على أنهما سنوات ظلام وفوضى،
بالتالي فحوادث السقوط لا تندرج في إطار أزمنة الحوادث السنوية. بالإمكان طرح شروح عينها بصدد الإمبراطورية الساسانية، توأم روما أو شبيهتها في الشرق، فهذه الإمبراطورية هي القصة الكائنة شرقي دولة الكهنة السومريين، وقد أبقى العنصر الزردشتي في بنيتها على طبائعه الأخلاقية وطيدة منيعة، وإن بنطاق محدود. لكن ومثلما عجز بوذا عن عرقلة الرجائيين عن تأسيس مجتمع المدنية الذي تغلب عليه الثقافة المادية الجوفاء، ومثلما لم يستطع سقراط التغلب على الفساد المستفحل في الدعائم الأخلاقية لثقافة أثينا، كذلك لم يستطع زردشت صد تعاظم الثقافات المادية البرسية والساسانية. يشير التاريخ إلى أن المراحل الأخيرة من عهد الإمبراطورية الساسانية الإيرانية لا تختلف عن أواخر عهد روما، فالهجمات الطورانية من الشمال الشرقي وتمازج العقائد والمذاهب في الداخل كاد يضعان الحد الفاصل لها. وبالقضاء على الحركة المانوية أعوام 250 ميلادي التي تعد انطلاقة ثقافية أيديولوجية قوية، فقد حرمت من لقاح الفتوة اليافعة اللازمة لها. ولو لم تنشب بضع غزوات جهادية إسلامية حينذاك، لكان الرهبان النسطوريون على وشك إتمام غزوهم الثقافي الأيديولوجي لإيران وعاصمتها، تماما مثلما فعل الرهبان الكاثوليك في الغرب الذين غدوا أباطرة باسم الثقافة المعنوية، طبقا لما كانت عليه حال أباطرة الثقافة المادية في زمن ما، لكن الفتح الإسلامي حال دون ذلك.